أتدري حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق العباد على الله هذا حق أوجبه الله عز وجل تكرما وتفضلا منه لعباده الذين لم يشركوا به شيئا. فحق الله على عباده حق واجب عليهم. أما حق العباد على الله فحق تكرم وتفضل من الله عز وجل، إذ هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق، وإلا فإنه ليس لأحد على الله حق. يبقى عرفنا مسألة أن تقول اللهم إني أقسم عليك بجاه فلان، أو أستشفع عندك بحياة فلان، إلا فعلت لي كذا أو أعطيتني كذا أو منعت عني كذا من جلب نفع أو دفع ضر، فهذا لا يجوز كما قلنا ومن الوجهين. تمام. تمام يا أخوانا كده. يبقى لكن إذا قال الإنسان مثلا اللهم إني أسألك بحق ممشاي إليك إلى هذا المسجد، فهذا استشفع على الله بعمل صالح. فهذا إيه؟ استشفع على الله بإيه؟ بعمل صالح. أو بحق السائلين عليك، لأنه أوجب أن يجيب السائلين، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو الذي أوجب على نفسه هذا الحق. يبقى حق للسائلين عليه، أو بحق عمل صالح يتقرب إلى الله به، فهذا مما يجوز. كما دليل ذلك حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض وكانوا 3 نفر إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، فكل دعا الله عز وجل بعمل صالح أخلص لله فيه فانفرجت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. أحدهما استشفع على الله عز وجل بأنه كانت له ابنة عم يحبها أحب أو أشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة، يعني فاق في عام من الأعوام، فطلبت منه المال فأبى إلا أن تمكنه من نفسه، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة أو قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام عنها وهي أحب الناس إليه، يعني وهي أشد ما يكون حرصا على أن يتم هذا الأمر لشدة حبه لها، ولكن تقوى الله هي التي منعته أن يفد الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها المال. فإن كنت يا رب فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك
ففرج عنا ما نحن فيه. والآخر كما تعلمون أقسم أو استشفى عند الله ببره لوالديه. والثالث استشفى على الله عز وجل بأنه حفظ أجر عامل أو أجير عنده ونماه له، فجاء بعد فترة وكان المال قد نمى وكثر حتى صار غنما يملأ الوادي. فلما احتاج هذا الأجير هذا المال جاء إلى صاحب العمل اللي هو محبوس في الغار ده وقال: أتذكر يا عبد الله أني عملت عندك يوم كذا ولم آخذ أجري، فأعطني أجري. فقال: انظر إلى هذا الغنم بين الواديين أو بين الجبلين، هذا حقك، هذا أجرك. قال: تهزأ مني يا عبد الله؟ قال: لا، خذه وانصرف، خذه وانصرف. فأخذه وساقه أمامه يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر أو هذا العمل خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يبقى جواز الاستشفاع على الله بعمل صالح هذا جائز. يعني بدل مثلا عشان نلخص المسألة وهنجيب دليلها، عشان نلخص المسألة ونجيب دليلها برضه، لأن عايز يعني أستقصي البحث في المسألة دي لأنها من الأمور الشائكة في زماننا، صح؟ يعني اللي فيها خلاف. يقول لك ازاي ما ده النبي جاهه كبير، النبي جاهه كبير عند ربه، هو له جاه كبير عند ربه، لكن انت مالك انت بالمسألة دي؟ لكن بقى ان تستشفى على الله عز وجل بحبك لنبيه واتباعك له فهذا من العمل الصالح، فهذا جائز، هذا جائز. طيب، يبقى يا اخوانا كما يقولون، يبقى بالطريقة الأولى اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طيب، الأدعية المبتدعة هذه نحذر منها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين ولا أحد من أئمة هذه الأمة أنه دعا بمثل ذلك، وإنما هذا من طرق الجهال والمبتدعة. والعبادات كما يقولون، نحن نعلم أن الدعاء من العبادة، مش من العبادة، ده هو العبادة، ده أفضل وأرقى وأعلى وأغلى ما في العبادة هو الدعاء، مش كده؟ طبعا احنا بننبه ان حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، لكن حديث الدعاء هو العبادة ده الحديث الصحيح. يبقى العبادات مبناها ايه يا اخوانا؟ على ايه؟ على اتباع ولا على الابتداع؟ العبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. العبادة ايه؟ توقيفية. العبادة ايه؟ والدعاء من الايه؟ من العبادة. يبقى الدعاء ايه؟ الله يفتح عليكم، وصلت لها لوحدكم اهو. يبقى لما تقول اللهم اني اسألك بحبي، بحق حبي لنبيك واتباعي له، هذا جائز. لكن ان تقسم على الله بحق احد من الخلق حتى ولو كان رسول الله فهذا لا يجوز، هذا محظور.
ليه يا اخوانا؟ لان اصلا الاقسام على المخلوق بالمخلوق لا يجوز، شرك. فهل يجوز الاقسام على الله بالمخلوق؟ ها؟ مركزين معايا؟ طيب، أو أن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان عندك، أو نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك لأن فلانا عنده ذو وجاهة وشرف. هذا يجوز؟ طبعا لا، هذا محظور. لو كان ده جائز لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، لما أجدبوا وأقحطوا في عام الرمادة، ها عملوا إيه؟ استسقوا بمن؟ لا، بالعباس. استسقوا بالعباس. قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقيناك بنبيه، لأنه كان عايش، كان يخرج معاهم ويدعو الله عز وجل فيسقيهم الله. وسقي النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبه السقيا من ربه كمعجزة ثابتة صلى الله عليه وسلم حدثت في مرات كثيرة، منها مثلا في تبوك. هو رايحين تبوك، رايحين غزوة تبوك، نفد الماء منهم في الصحراء حتى انهم بدأوا ايه؟ يذبحون الإبل يشربون الماء من كروشها. فسيدنا أبو بكر قال له كده يعني الإبل هتنفد، هنكمل ازاي الرحلة أو الغزوة وليس لنا ظهر. فقال ماذا تريد يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أنت مبارك، أنت مبارك، فاسأل الله أن يسقينا. فقال النبي أتحب ذلك يا أبا بكر؟ يعني لو عملت كده تبقى أنت مبسوط؟ قال نعم. فرفع النبي يديه وسأل الله عز وجل أن يسقيهم، فإذا بسحابة قد أظلته. فجأة بدعاء النبي جاءت سحابة قزعة فأمطرت عليهم على المكان اللي هم فيه فقط، لم تتجاوزه بشبر، لم تتجاوزه بشبر. طبعا عارفين ان تبوك خرج فيها المنافقون، خرج فيها المنافقون. فقال بعض أصحاب النبي لهؤلاء أرأيتم؟ فقالوا إنما هي سحابة مارة. إنما هي إيه؟ إيه يعني؟ ده سحابة معدية. وإذا رأوا آية يستسخرون. مش كده؟ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني النبي يسألك فتسقينا. وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك، معناه بدعائه، هو يدعو ويسأله. ليس المراد نسألك بنبيك يعني نقسم عليك به، لا، مش معناها كده. وإلا كان الأولى أن يقسموا على الله بحياة النبي مش بحياة العباس. ها؟ يقسموا على الله بحياة النبي أولى، لأن جاه النبي أو بجاه النبي، لأن جاه النبي أعظم عند الله من جاه العباس. مش كده؟ تمام. يبقى اللي في المسألة دي لما نقول إيه؟ اللهم إني أسألك أو باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، هذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. هذا جائز بل هو مستحب. خلاص؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟ نمنه
نمنا اهو وتهنا اهو. عرفت الفرق بين الاثنين؟ ما تقولش اللهم اني اسالك بحق نبيك او بجاه نبيك، ده هذا لا يجوز. قلنا هذا فيه شرك وفيه اعتقاد ان هناك احد له حق على الله. لا، ما ينفعش. امال نعمل ايه؟ ايه المشروع؟ ان تقول اللهم اني اسالك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك وايماني وتصديقي بنبيك وبسائر المرسلين الا فعلت كذا، او من دفع ضر او جلب نفع. تمام. فإذا كان لا يشفع عند أحد إلا بإذنه لمن يشاء، يعني إذا كان الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، مش احنا قلنا يا أخوانا في شروط للشفاعة، وعارفين ان هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي يصاحبها اي لون من الوان الشرك دي منفية لا تجوز. الشفاعة المثبتة التي يصاحبها التوحيد، تقوم على التوحيد وعلى الاسباب الشرعية التي تؤدي اليه. زي ايه الاسباب الشرعية اللي تنبغي أن تستكمل في الشفاعة؟ شروط الشفاعة قالوا 3. أولا أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ويرضى له قولا، يرضى قوله، وأن يأذن الله عز وجل للمشفوع أن يشفع فيه. يعني مش أي حد الشافع يشفع فيه، لا، ده ربنا تعالى لازم يكون راضي عن المشفوع فيه وعن الشافع، عن الاثنين. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن، أدى الإذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني لازم يرضى عن الايه؟ عن الشافع وعن المشفوع. تمام. هي الشفاعة ايه؟ يعني هي ايه؟ هو قدر الله ينفذ، يعني قدر الله نافذ. يعني ربنا كاتب ان درجة فلان الى المكان الى الدرجة الفلانية في الجنة. لو ما حدش شفع له ربنا هيوصله برضه للايه؟ لهذه الدرجة مثلا. او ان ربنا كتب ان فلان ده هو هيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لكن ربنا يريد أن يبين كرامة الشافع على الله، كرامة الشافع عند الله، إنه له منزلة عند الله فيأذن له بالشفاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ اشفعوا تؤجروا، هتاخد أجر على إنك بتشفع. ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. قضاء الله نافذ. وإلا فلا أحد يملك عند الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أملك لك من الله شيء. يا عباس يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيء. مش كده؟
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء. الرغاء صوت البعير، الثغاء صوت الشاة. أو رقاع تخفيق فيقول، أو رقاع تخفق فيقول: أغثني أغثني، يعني محمد يعني أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك. دي شغلتي، ما عليك إلا وما عليك إلا البلاغ. قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء، ده سيد الشفعاء يوم القيامة، يقول لأخص الناس لعمه وعمته: لا أملك لكم من الله شيئا، فما الظن بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع. تمام يا اخوانا؟ تمام. هكذا انتهت أو انتهى بند الشفاعة. يبقى بند الشفاعة كله انتهى بأنواعه، بمعنى الشفاعة، بجواز الاستشفاع بالنبي جائز ولا أو بغيره، جائز ولا مش جائز، وقلنا ازاي يبقى الأمر جائز. البند اللي بعد كده اللي هو بند كام؟ 52. بند 52 قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يقول تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. موضوع المواثيق التي أخذها الله عز وجل على خلقه. نسأل سؤال عشان نصحي النايم. في حد نايم؟ فيش حد نايم الا الشيخ عمرو واقف بس. مش كده يا شيخ عمرو؟ بنحبك في ده يا شيخ عمرو. ها؟ لا 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 لا، اللي جنبه ده صح على طول، خلي بالك. ما يجيبش خالص دي. كم ميثاق أخذه الله على خلقه؟ ربنا أخذ علينا كم ميثاق؟ عايز إجابة. دي حاجة من أصول العقيدة. ما هي المواثيق التي أخذها الله على خلقه؟ حد عنده إجابة؟ أخذنا منكم ميثاقا غليظا في الزواج يعني مثلا. لا، الميثاق على التوحيد، مواثيق التوحيد. اتفضل، حد عايز يقول حاجة؟ في ميثاق أخذ الله على النبيين. ده ميثاق النبيين للنبي. ده ميثاق لا يؤمنون به وينصروه كده وكده. ده ميثاق ربنا أخذه على النبيين للنبي صلى الله عليه وسلم، مش في موضوع. المواثيق ثلاثة. الأول
ميثاق عالم الذر. الثاني ميثاق الفطرة. الثالث ميثاق الرسل. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده مش موجود في الكتاب بقى، ده كلام من مجمل ما قرأت في العقيدة. المواثيق ثلاثة. ميثاق عالم الذر اللي هو الآيات بتتكلم فيه بتاعت الأعراف دي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على، اللي هو ده ميثاق اسمه كده، وده الأول الأقدم يعني، ميثاق عالم الذر. بعديه ميثاق الفطرة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ده الميثاق الثاني، ميثاق الايه؟ الفطرة. ده كان امتى؟ وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه خلقه الله عز وجل وخرج إلى الدنيا وهو موحد بالله بالفطرة التي فطر الله الناس عليه، التي فطر الله الناس عليه. آخر يعني يكفي الميثاقين دول، لأن في ميثاق في عالم الذر قديم خالص، وفيه ميثاق الفطرة إن ربنا جبلنا وخلقنا وفطرنا على معرفته أنه لا إله غيره ولا رب سواه. دي موجودة في الجبلة في أصل الخلق، لكن بيغيرها مؤثرات خارجية اللي النبي قال عنها بقى: فأبواه. أبواه يبقى هنا ده مؤثر خارجي، بيغيروا الفطرة السليمة، ينصرانه. لكن لو سابوه يطلع يقول لا إله إلا الله. ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آخر ميثاق ميثاق الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى عشان ما يبقالكش حجة خالص بقى، هتقول لي عالم الذر انا كنت فين وعالم الذر فين؟ ميثاق الفطرة، طب هم لعبوا في فطرتي؟ طب هي الدنيا كانت مع كده والدعاية والإعلام والصحافة، ما دي ملوثات خارجية، تأثير خارجي ممكن تقوم مقام أبواه، يعني بلاش يبقى أبواه، يبقى أي مؤثر خارجي. عشان ميبقاش له حد بقى له حجة بقى خالص. لم يترك الله عز وجل الخلق هملا، بل أرسل لهم رسلا وأنزل لهم كتبا. ليه بقى؟ ليه؟ لتذكرهم بالعهدين والميثاقين الأول والثاني، لو ميثاق عالم الذر وميثاق الفطر. فمن آمن بميثاق الرسل نفعه الميثاقان الأول والثاني، ومن كفر بميثاق الرسل لم ينفعه لا الميثاق الأول ولا الميثاق الثاني. فهمنا يا أخوانا؟ لما حد يسألك بقى يقول لك كم ميثاق أخذه الله عز وجل على خلقه؟ هتعرف تجاوب؟ ها؟ نقول إيه؟ مين اللي جاوبني؟ اتفضل. الأول ميثاق عالم الذر، تمام. دليله؟ ها؟ تمام. ايوه. لا، قبل قول النبي، ما هي آية
قرآن وحديث. فطرة الله التي خلق الناس عليها. لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم. تمام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنتم مولودون مع الفطرة ووالداهما يولدان أو يمجسان بها والإسلام. طيب. والميثاق الثالث يعني ميثاق تمام. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تمام تمام، الله يفتح عليك. يبقى المولى هنا في هذه الآية بتاع سورة الأعراف، هم آيتين أو ثلاثة مش عارف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى المولى سبحانه وتعالى بيخبر أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد ورد أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وفي بعضها قصة أنه أشهدهم به. منها حديث الإمام أحمد الذي أخرجه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم. ما هو في العلماء اختلفوا هل هو كان من ظهر آدم ولا من ظهر الذرية كلها. فهنا بيقول من آدم، لكن الآية بتقول لا، الآية بتقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما قالش من ظهره. وقال ذريتهم، ما قالش ذريته. تمام. بتاع الإمام أحمد بيقول إيه بقى؟ إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، ده اسم مكان في عرفة، يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، يعني كل ما خلق الله من آدم جميع الذرية، فنثرها بين يديه جل وعلا، ثم كلمهم قبلا يشوفوه. ألست بربكم قالوا، الذرية قالت بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. ده هذا حديث كمان رواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المصدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. الحديث الثاني برضه رواه الإمام أحمد أيضا عن عمر، لأنه واضح أنه حديث يصل إلى حد التواتر. يعني حديث الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال، اللي هي وإذ أخذ ربك من بني آدم، الآية دي من الأصول، أو الآيات دي من الأصول، أنه سئل عن هذه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره مرة ثانية يعني فاستخرجوا ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار
فيدخله به النار. أيضا رواه مع الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيح. حديث الثالث رواه الترمذي عن أبي هريرة، الأولاني عن أحمد عند الإمام أحمد، عن ابن عباس عند الإمام أحمد، والثاني عند الإمام أحمد عن عمر، والثالث عند الترمذي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته. خلي بالكم الحديث ده كده، كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة من ذرية آدم، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. لا جنة ولا نار. فرأى رجلا منهم، سيدنا آدم شاف واحد من ذريته فأعجبه، يعني أعجب سيدنا آدم وبيص ما بين عينيه. عجب النور، وكأنه نور كتير يعني اللي بين عينيه هذا المخلوق اللي من ذرية آدم. فقال: أي رب، يا رب من هذا؟ ده مين من ذريتي؟ فقال المولى عز وجل: رجل من آخر الأمم من ذريتك. من إيه؟ من إيه؟ من ذريتك، يقال له داود، سيدنا داود من آخر الأمم يقال له داود. قال: رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. عمر سيدنا داود كان 60 سنة فعلا. قال: أي رب، يعني سيدنا آدم زعل إن هو عمره 60 سنة. فقال: أي رب زده من عمري 40 سنة، اديله من عمرني 40 سنة. سيدنا آدم كان عمره كم سنة؟ 1000 سنة. قال له: يا رب اديله من عمر أنا 40 على 60 و100. فلما انقضى عمر آدم اللي هو كام؟ ها؟ ايوه 1000 إلى 40. ما هو قال له اديله من عمر 40. فجاءه ملك الموت. ربنا مع سيدنا آدم ربنا عرفه إن عمره في الأول قبل ال40 دول 1000، فاتاخد منه هو اللي قال اديله 40 من عمره. لما جاء ملك الموت جاي ياخد روحه بقى على 960، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال ملك الموت قال له إيه؟ أولم تعطيها ابنك داود؟ ألم تعطيها ابنك داود؟ مش اديتها لابنك داود؟ فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم بأكل من الشجرة يعني فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الإمام مسلم وابن خديجة. حديث الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال، والحديث ده مشهور طبعا، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، ملك الأرض ملكك، أكنت مفتديا، يعني مفتديا به مما تراه من الهول ومن العذاب اليوم؟ فيقول: نعم. ينفخ ما في الأرض جميعا،
فيقول الله له قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. الحديث رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. تمام؟ طيب، في أحاديث تانية تدل على استخراج ذرية آدم من صلبه، زي الأحاديث اللي احنا قلناها دلوقتي، كلها بتبين إن الذرية استخرجها الله من ظهر آدم، ومرة قال له دول أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومرة تانية استخرج من صلب ذرية وقال له دول إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. خلاص؟ طيب، الأحاديث دي اللي احنا قلناها تدل على إيه؟ تدل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. ولما استخرج الذرية دي، الذرية دي كانت أجساد ولا أرواح؟ أرواح، في عالم الذر دي أرواح، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا. ما تشغلش نفسك بالكلام ده. طيب، حتة الإشهاد، يعني هنا الآثار دي بتدل على القدر طبعا، إن سبق القدر، لأن خلاص ده معروف دول أهل نار ودول أهل جنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له، اعملوا كل ميسر لما خلق له. أما الإشهاد عليهم هناك ففي حديثين موقوفين عن ابن عباس وعمر، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، أنه فطرهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية في قوله تعالى شهدنا، أي قالوا، ده حديث أبو هريرة، أي شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. قال ابن عباس شهدنا أي أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، يعني ربنا قال للذرية ألست ربكم؟ قالوا بلى، وهنا وقف، قالوا بلى وهنا إيه؟ وقف. طب شهدنا ده كلام الملائكة، يعني شهدنا إن الذرية اعترفت بالربوبية والإلهية بالله عز وجل، قالوا بلى، يبقى شهدنا فيها إيه؟ لغاية دلوقتي 3 معاني. قالوا بلى شهدنا، قالوا شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، اللي هي الذرية قالت كده. وقول تاني عن ابن عباس إنه شهدنا أي أشهد الله بعضهم على بعض. في الرواية اللي بعد كده شهدنا ده من قول الملائكة، يعني ألست ربكم، ربنا بيقولهم كده ألست ربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. الذرية قالت إيه؟ بلى وسكتت. مين اللي قال شهدنا بقى؟ الملائكة. يبقى الملائكة هي التي شهدت على الذرية. يبقى مرة الذرية شهدت على نفسها، ومرة أشهد بعضهم على بعض، ومرة أشهد عليهم الملائكة. دي كلها تفسيرات. يبقى هذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر اللي هو إيه؟
أشهدهم على أنفسهم. وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول اللي هو أشهدهم على أنفسهم، مش الملائكة بقى اللي شهدت عليهم كما قال بعض أهل التفسير. يبقى احنا خدنا التفسير من الآية، وإذ أخذ ربكم من بني آدم إيه؟ ذرية وأشهدهم على أنفسهم. يبقى لما يتقال بلى شهدنا يبقى هم اللي قالوا، هم أنفسهم اللي قالوا. واضح؟ طيب البند عند حضرتك اللي هو رقم 53 و 54 الاثنين مع بعض. 53 بيقول فيه ايه؟ وقد علم الله فيما لم يزل ولعله في الأزل، يعني علم هذا أزلا عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ربنا عارف ان عدد كذا هيخش الجنة وعدد كذا هيخش النار من الأزل. العدد ده ما يزيدش فيه واحد اللي هيخش الجنة، والعدد اللي يخش النار مش هيزيد فيه واحد، كما علمه الله أزلا. يبقى لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ده 53. عشان 54 مرتبط به نقراه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم أن يفعلوا، يعني عارف أعمالهم هيعملوا إيه، فلا يزاد فيها ولا ينقص. زي حديث إيه يا أخوانا؟ ها؟ زي حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. ها؟ أول ما خلق الله القلم فكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني الأعمال لا يزاد فيها ولا ينقص منها، علمها الله قدرا في الأزل. واحنا اتكلمنا في الكلام ده وقلنا أن علم الله محيط وكامل، وليس معناه أنه يعلم مآل الإنسان ومصيره أنه أجبره عليه زي المعتزلة ما قالوا بقى أو القدرية. لا، علم الله حاجة إنه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن. علم لو كان كون علم كيف كان يكون. اتفضل يا سيدي. بعثت مقام محمود الذي وعدته. وبعد نقرأ البندين تاني المرتبطين ببعضهم زي ما قلنا، ولو ان برضو اللي بعدهم مرتبطين بيهم، لكن خلينا كده مع بعض حاجة. قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني لعله في الطبعة الأصلية في الأزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ده البند 53. البند 54 بيقول ايه؟ وكذلك الأفعال. يبقى عدد أهل الجنة وعدد أهل النار ربنا عارفه أزلا من الأزل، فلا يزاد فيه ولا ينقص. كذلك أعمال العباد يعلمها الله عز وجل، كذلك أفعالهم فيما علم منهم إيه اللي يعملوه أن يفعلوا.
ليه؟ يقول تعالى إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما. فالله عز وجل موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، يعني لم يتقدم علمه جهالة. عارفين الكلام يعني ايه؟ لم يتقدم علمه جهالة، يعني لم يسبق الجهل علم الله عز وجل، بل هو صفة العلم أزلية كأزلية الذات، لأن العلم صفة ذات مش صفة فعل. كذلك يبقى علم الله زي سمعه، زي بصره، زي رزقه، علمه أزلي مش محدث. ما هو المعتزلة بتقول أن علم الله يعني ما علم الشيء إلا بعد أن خلقه، وما وصف بالرزاق إلا بعد أن رزق. لا، الله رزق قبل أن يرزق، وسميع قبل أن يسمع أصوات خلقه، وبصير قبل أن يبصر أعيان خلقه. قبل ما يخلقه هو سميع وهو بصير، وهو خالق قبل أن يخلقه، وهو خالق قبل أن يخلق الخلق. مش الكلام ده قلناه قبل كده كتير يا شيخ محمد؟ مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ تمام. يبقى ده معنى الكلمة اللي أنا بقولها، أن الله عز وجل لم يتقدم علمه جهالة. ليه؟ وما كان ربك نسيا. تمام. شوف بقى الحديث الجميل قوي 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 ده، الراجل جايبه يعني فعلا ما شاء الله عليه، أصاب كبد الحقيقة كما يقولون بهذا الايه، بهذا الحديث، والذي خرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. والحديث عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله في الجنازة، ومعه مخصرة زي عصاية صغيرة كده، فنكس رأسه ينكت بمخصرته. قاعد بإيه؟ عود كده، مخصرة كده زي عود حطب قصير كده، قاعد إيه؟ بينكت بيه في الأرض، يعني كده فيه بالأرض. ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ أنا خلاص مكتوب عليا إن أنا أخش الجنة، ما خلاص بقى، أنا خلاص، أنا أهل الجنة خلاص، أنا هتعب نفسي ليه؟ ما أنا معروف من أهل الجنة مثلا. أو الثانية عياذا بالله، يبقى إيه فايدة العمل يعني. فهو ده معنى كلام الراجل الصحابي. فبيقول له: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا، نفضل على الكتاب بقى زي ما مكتوب جنة أو نار، وندع العمل؟ قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. خرجه في الصحيحين. يبقى احنا هنقعد بقى عند البنود القادمة، قوله: وكل، ايوه والله مرتبطه برضه بالكلام بعضه كله، كل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. اصحى، اوعى تغرك ما أنت عليه، ويغرك وتغرك عبادتك أو صلاتك
لكن اعلم ان من عاش على شيء مات عليه. نسال الله ذلك، انه يحسن اخرتنا يا رب. والاعمال بالخواتيم. السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الكلام ده هو ان شاء الله يبقى هو اللي باذن الله، يعني اذا ربنا احيانا وحضراتكم وكتب لنا مع حضراتكم لقاء اخر النهارده 13 8 يبقى هو اللي هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله المره القادمه. جزاكم الله خيرا يا اخوان. حد له سؤال او شيء؟ اتفضل. نعم. توسل بالاحياء ازاي؟ يعني الان كما توسل بعمه عباس هو حي. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مركز معانا، حاضر معانا من الاول وفاهم مفروض الموضوع. توسلوا قال له نتوسل اليك بالعباس، بعمه العباس، بدعائه. بدعاء. نعم. والا اذا كان التوسل بالعباس جائز فالتوسل برسول الله اولى، لان جاه، مش انا قلت الكلام ده، لان جاه النبي اكبر من جاه العباس يا اخي. توسل بدعائه. ولما كانوا بيتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتوسلوا بشخصه ولا النبي اللي كان بيدعو فيستجيب الله؟ فهم هنا لان عمه العباس منه ومن ذريه ومن آل بيته ويتوسمون فيه خيرا وان له عند الله مكانه، فيتوسلون اليه بدعائه. قل فاستسقي لنا يا عباس، ما قالوش اللهم انا نتوسل اليك بالعباس، فاسقنا يا رب بتوسلنا بالعباس. قال قل فاستسقي لنا يا عباس، فقام فاستسقى لهم فسقاهم الله. لا يجوز التوسل بالاشخاص سواء احياء او اموات، لانه لا يقسم على الله بخلقه، وان الكلام ده شرك. انك تقول اللهم اني اتوسل اليك بحق فلان او بجاه فلان او بحق فلان عليك، هذا شرك. الاقسام على الله بالخلق شرك، والاقسام على المخلوق بالمخلوق شرك. لا يجوز الاقسام على المخلوق الا بالله. فقلنا هنرجع نقول الكلام كله ثاني. الاقسام على الله بدعاء الصالحين، او الاقسام على الله بالعمل الصالح، او تقول اللهم اني اسالك بحق حبي لنبيك واتباعي لنبيك وايماني وتصديقي بنبيك وبسائر المرسلين مثلا. ده عمل، ده عمل. انت ما سالتش ربنا دلوقتي بالايه؟ بالشخص. انت سالت ربنا بعملك اللي هو حبك لهذا الشخص اللي هو قريب من الله. وفي اقرب من الله من رسوله او من رسله وانبيائه؟ فانت تقسم على الله او تتوسل الى الله او تستشفع عند الله كلها بمعنى واحد بحبك لهم. ده عمل، ما تستقسمش بالشخص نفسه، بحبك له باتباعك له. فرق كبير قوي 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 قوي، كالفرق بين الشرك والتوحيد. واضحه؟ اللهم هل بلغت؟ ده لسه في المحاضره. الموضوع ده يا شيخ سيد يعني هو حساس طبعا. طبعا شائك، وجزاه الله خير انه ذكرنا اصلا. ما انا عارف، ربما هو يقصد ذلك. معظم الناس اللي ربما هو يقصد ذلك. ايوه فجزاه الله خير. يعني انا لا اتصور ان حضرتك فهمت غلط يعني. لا ما فهمش، هو بيذكرنا يعني. لكن هو قصدي انه يعني التوسل بدعاء الاحياء. ايوه. لكنه اذا كان ميت لا يجوز التوسل. اذا كان من المشهود لهم بالقرب من الله او غيره.
مشهود لهم بالقرب من الله. بمعنى ايه؟ انت عارف انا قريب من ربنا مش قريب من ربنا؟ لكن ثبت عن رسول الله وسلم حبيب الله وخليل الرحمن الانبياء والرسل مثلا، يبقى هم توسلوا الى الله بذلك. او تتوسل برجل صالح بدعائه لك، بدعائه لك، زي ما توسلوا بايه؟ توسلوا بالعباس ولا بدعاء العباس؟ ايوه، اصحى الحته دي. ايوه يا استاذ محمد، علي صوتك الله يكرمك. تمسك الاخ الموصول اللي هو حسابه على الفجر، قلت له ادعي لي يا اخ الموصول. جائز، ما هو بيدعو. اخ الموصول بس دخل بمدخل من قبل وراني. لا مش باب الوراني، لا هو قال ايه؟ هو قال ايه نصا؟ انت قلت ايه يا استاذ منصور؟ لا ما قالش بدعاء الاحياء، قال التوسل بالاحياء. ده ما انا اقول لك الفرق بين دي ودي، التوسل بالاحياء هذا لفظ، والتوسل بدعاء الاحياء هذا لفظ. الفرق بينهما هو الفرق بين التوحيد والشرك، بين الحلال والحرام، بين الجائز والغير جائز. وصلت؟ وممكن الاخ جزاه الله خيرا فاهم طبعا، اظن ذلك، انا ما اعرفوش يعني، لكن ربما يقصد يعني مزيد بيان في المساله لتاكيد بيانها، ربما. جزاكم الله خير.